روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة وفدك أرض كبيرة أعطاها النبي صلى الله عليه وآله للزهراء في حياته، وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة فجلست، ثم أنه أجهش القوم لها بالبكاء، فارتج المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت عليها السلام: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته، تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعبادته من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله،
واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور. ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها. فأنار الله بأبي محمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا وبصرهم من العمايا وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من خلقه ورضيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفتت عليها السلام إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. ثم بدأت عليها السلام بتعداد علل شرائع الإسلام، ما أعظمها وما أعظمك يا زهراء. قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق،
والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا من اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه، أي إن تنسبوه وتعرفوه، تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكث الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيذ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام. تشربون الطرق وتقتاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها. وهنا تشير إلى أمير المؤمنين علي، قذف أخاه في لهواتها،
فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون، فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق، وسمل جلباب الدين، أي ضعف إيمانكم، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، أي لم يعد الشيطان خائفا بسبب انقلابكم بعد النبي، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، أي الجرح واسع. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهيهات منكم، وكيف بكم، وأنى تؤفكون. وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامره واضحة. وقد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا. ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدتها، وتهيجون جمرتها، أي تزيدون نار الفتنة، وتهيجون جمرتها، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي، وإهمال سنن النبي الصفي. تشربون حسوا في ارتغاء، وهذا مثل يضرب للذي يفعل شيئا ويضمر غيره. تشربون حسوا في ارتغاء، وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء، ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشاء، وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته. أيها المسلمون، أأغلبوا على إرثي
يا ابن أبي قحافة، وجهت خطابها إلى أبي بكر: أأغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول تعالى: وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، وهي الناقة التي يوضع في أنفها حلقة فتجر بها، وهنا تشبه الزهراء عليها السلام اغتصاب حقها بجر الناقة قهرا. فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد، فنعم الحكم الله والغريم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أي تنامون عن ظلامتي والسنة عن ظلامتي. أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله، فخطب جليل استوسع وهنه واستنحر فتقه، أي تمزق الإسلام بموت أبي محمد. استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه، وأظلمت الأرض لغيبته، وكسفت الشمس والقمر، وانتثرت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال أي ضعفت الآمال، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، وأزيلت الحرمة عند مماته. فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة، أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا. ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله
حكم فصل وقضاء حتم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. إيحا بني قيلة وبنو قيلة الأنصار من الأوس والخزرج. إيحا بني قيلة أأهضموا تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع وممتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة، أي سمعتم دعوتي وعلمتم خبري. تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة، وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة. توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت. قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب، وناطحتم الأمم وكافحتم البهم. لا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام، وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام الدين، فأنا حرتم بعد البيان، وأسررتم بعد الإعلام، ونكصتم بعد الإقدام، وأشركتم بعد الإيمان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض، أي ملتم إلى الراحة، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، أي أبعدتم أمير المؤمنين علي، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعا، ونجوتم من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، أي أنني أعلم خذلانكم وغدركم، ولكنها فيضة النفس ونفسة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة، أي أنني ألقي عليكم الحجة ليوم القيامة، وتقدمة الحجة فدونكموها، فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار، موسومة بغضب الجبار، وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان، هذا اسمه الذي عرف به، أما اسمه الأساسي فهو عبد اللات.
فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان وقال: يا بنت رسول الله، لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما، وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما. إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء، وأخا إلفك دون الأخلاء، آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم. لا يحبكم إلا كل سعيد، ولا يبغضكم إلا كل شقي، فأنتم عترة رسول الله الطيبون، الخيرة المنتجبون، على الخير أدلتنا، وإلى الجنة مسالكنا. وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء، صادقة في قولك، سابقة في وفور عقلك، غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك. والله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت إلا بإذنه، والرائد لا يكذب أهله. وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. أي يقول هو أي أن النبي قال: نحن لا نورث، وإذا بقي عندي شيء فلولي الأمر يحكم بعدي. وهذا حديث مفترى كذب لا أصل له، تفرد في نقله أبو بكر، وهو خلاف القرآن وخلاف سنة النبي، كما سيأتي في جواب الزهراء على أبي بكر. قال: وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين، لم أتفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي، وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك، لا نزوي عنك ولا ندخر دونك، وإنك أنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا ندفع ما لك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين أن أخالف في ذاك أباك صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت عليها السلام: سبحان الله، ما كان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا أي معرضا، ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره. أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور، أي تستدلون بالكذب بحديث مكذوب، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، أي كما حاولتم اغتياله في حياته، ها أنتم تزورون في مماته. هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول: يرثني ويرث من آل يعقوب، ويقول: وورث سليمان داود. وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فقال أبو بكر: صدق رسول الله وصدقت ابنته، معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة،
وركن الدين وعين الحجة، لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك. هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت، غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. فالتفتت فاطمة عليها السلام إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم، وساء ما به أشرتم، وشر ما منه اغتصبتم. لتجدن والله محمله ثقيلا، أي نتيجته ثقيلة، وغبه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان من ورائه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطف على قبر النبي والآلام تعصر قلبها، وأنشأت قائلتين: قد كان يعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقايدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا، وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله على الأدنين مقترب. أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت، وحاليت دونك الترب، تجهمتنا رجال واستخف بنا، لما فقدت وكل الأرض مغتصب، وكنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك ينزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يؤنسنا، فقد فقدت وكل الخير محتجب، فليت قبلك كان الموت صادفنا، لما مضيت وحاليت دونك يا الكثب. إنا رزينا بما لم يرزى ذو شجن من البرية، لا عجم ولا عرب. عقبك غداوت وحش الليالي، والحزين
على أطفالي بويا وانهدم سور الكون عالي. اقعد وشوف شلون حايلي، وشوف السد علي وجرالي، مكسور الضليع يا ابويا التالي، والله والعين حمره هناه يا والي. ومحسين صقوت هذا الصفالي، ومحسن صقات هذا الصفالي. قومك يا ابويا خالفا وفين الوصية، بس غبت عنا تواثبا وكلهم علي. اخبرك يا ابويا نحلتي مني خذوها، وبنتك يا ابويا بعد عينك ما رعوها. ضلوعي يا ابويا بساتر الباب كسروها، وتجمعوا كلهم على بعلي وعلي. ريتك تراهم يا ابويا، ريتك تراهم يوم دخلوا وسطة الدار، من بعد ما وجوا يا ابويا الباب بالنار، وحامل حمى جالس يا ابو ابراهيم محتار، واني حزينة وذنوف دموعي جرية. صبت علي مصائب لو انها صبت على الأيام صرنا لياليا.